السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا اصحابي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الزبادي على طريقتي مش على طريقتها هي. عملتها. انا عارفه انك عملتيها بس المره دي بقى هنعملها على طريقتي. بصوا شايفين زبادي بالفراوله حلوه جدا، هي عملتها لكم على طريقتها. بصوا شايفين قوامها حلو جدا جدا يا بنات. بصوا بجد احسن من اللي بنجيبها من بره بكتير قوي. شايفين قوامها متماسك وحلوه جدا جدا. يلا بينا نجرب الطريقه واقول لكم عملتها ازاي. بس هو بقى تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد واي جديد ويوصل لكم مني انا كمان جديد. لا يوصل لهم مني انا كل جديد. لا انا ولسه مكملين في التحديات اهو. هي بتعمل الحاجه بطريقتها وانا بعملها بطريقتي، ويا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات. انت كل حاجه بعملها انت بتعمليها. لا كل حاجه انا بعملها انت اللي بتعمليها. انت والله. لا انت اللي بتعملي، انت اللي بتقلديني. انت لا انت اللي بتقلديني. ودلوقتي بقى بعدنا عنها عشان نعرف كده اقول لكم الوصفه بتاعتي عشان تجربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. معانا كيلو لبن، الكيلو لبن ده كيلو لبن بلدي انا غالياه، ومعايا كمان علبه زبادي بالفراوله. طبعا هي دي يا بنات الخميره بتاعتي، يعني الزبادي اللي انا جايباها دي هي دي الخميره بتاعتي. ودلوقتي بيبقى معايا اللبن يا بنات زي دمعه العين. اوعى اللبن يكون سخن، يعني يبقى اول حاجه عملناها غلينا اللبن وسيبناه زي دمعه العين كده او رضعه البيبي. تمام كده. ودلوقتي نزلت عليها بعد ما زي دمعه العين نزلت عليها بكوبايه زبادي بالفراوله عشان انا النهارده اعمل لكم زبادي بالفراوله. ومعايا كمان يا بنات جيلي بالفراوله. جيلي في الفراولة. اتكلمي في الفيديو بتاعك، ما تتكلميش في الفيديو بتاعي. انا بقول بس استنى على حاجه واحده. والله الجيلي ده طعمه واللبن ده ايه طعمه. ايوه دي طريقتي يعني. ودلوقتي يا بنات بدات ان انا حطيت الجيلي بالفراوله، ممكن تحطي 3 معالق زي ما انت ما تبقي حابه اللون. على فكره اللون كده مش باين قوي، اللون في الطبيعي يعني احلى من كده. ودلوقتي برضو هزود معلقتين، حسيت ان اللون برضو كده عايزه يعني يكون زي بتاع بره واللون كمان احلى من بتاع بره عشان خاطر يكون يعني عاجبينهم قوي اكن شارياه من بره والله، وطعمه احلى وانا عارفه انا حاطه فيه ايه. فالطريقه دي يا بنات جميله جدا. بصوا بقى بدات ان انا اضرب فيه لغايه ما عمل كده يعني فقاعي كده. بصوا انا حاولت ان انا اقرب لكم التليفون تشوفوا. بصوا شايفين كده. ممكن تضربيه في الخلاط، انا ساعات بضربه بالمضرب الكهرباء. وانا بضربه برضه. لا بس انا بضربه احلى. بس انا بضربه احلى. لا طريقتي انا احلى. دلوقتي بقى يا بنات انا احلى بدون بقى مكنه بدون اي حاجه. هبدا برضه مكانه بتاعك برضو بدون مكنه. ودلوقتي جبت الكوبايات بتاعتي ونزلت. برضه الكوبايات بتاعتي انا احلى، وهم يخشوا يشوفوا طريقتك ويقولوا مين طريقتها احسن. لا اللي بقول. ودلوقتي حطيت بقى ميه سخنه يا بنات. دلوقتي السلام عليكم تاني. ودلوقتي بقى حطيت ميه سخنه كده زي ما انتم شايفين في الصينيه قبل ما افضي. وببدا ان انا وانا باخد بقلب كده بنفس الشكل اللي انتم شايفينه ده. ونبدا بقى نحط في الكوبايات. بجد الطريقه دي حلوه جدا جدا. وبحطها على الرخامه من غير فرن من غير اي حاجه. ببدا ان انا اغطيها بفوطه كده تكون تقيله او فوطتين تكونوا نضاف بس اهم حاجه. وبعد كده بسيبهم على الرخامه. الصبح بقوم بجد بيبقوا حلوين جدا. بحطهم في التلاجة وزي ما انتم ما شفتوا كده في الاول بتبقى تحفه بكل سهوله. بس سيبيني بقى اقول لهم انت كل مره تتكلمي في الفيديو بتاعي. ماما بقول لك طب عايزه زي ما انتم شايفين انا ما بغلوش على الفيديو بتاعها، بس هي كل مره كل ما اجي اقول لكم على الطريقه بتغلوش على الفيديو بتاعي. بصوا بقى اغطيها كده يعني اقل حاجه تسيبيها 4 ساعات، ما ينفعش اقل من كده. بس انا الصراحه بسيبها يعني، بس بعملها مثلا بالليل واجي لو هتسحر او بقلبها كده بتدلق بتاعتها بقى انتوا خشوا شوفوها وهتقول لكم. بصوا بقى هو انت اتكلمي في الفيديو بتاعك. لا بالفيديو بتاعك وانت تكلمي في الفيديو بتاعي. شايفين بقى قوامها حلوه جدا جدا صراحه. كمان حلوه يعني بصوا والله هو مش باين اللون خالص في الكاميرا. هحاول اقرب لكم دلوقتي ويبان اللون كده يا بنات. بصوا شايفين بنقلبها مفيش تماسك احلى من كده ومفيش احلى من كده والله يا بنات. هتمنى تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم فيها. وليهم كمان ايه. بحب اعمل في الكوبايات الصغيره دي عشان خاطر يعني العيل الصغير لو هياكل منها يبدا ياكل منها ما يسيبش باقي يعني، ولو عايز تاني يبدا ياخد. بصوا بقى اهم حاجه يا بنات ان احنا اللبن ما يكونش معانا سخن.
عشان خاطر لو سخنه هيخلي الخميره مفعولها ما يشتغلش معانا، وساعتها هتلاقوها سايبه خالص. دي اهم خطوه، ان احنا اللبن يكون معانا زي دمعه العين، يعني ان احنا نحط مثلا ايدينا فيه نتحمله، ما يكونش بارد خالص بس ما يكونش سخن برضو. شايفين بقى؟ بألف هنا وشفا. اتمنى تجربوها وتقولي لي ايه رايكم فيها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل يا فضل كل.